اهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ميني باغيت معمر بحشوه مالحه، كيجي رائع جدا. ممكن نحضروه في مائده رمضان، وممكن يكونوا سندويشات ديال الوليدات المدرسه. كتجي العجينه هشه وقطنيه. نتمنى من الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وغادي نبداو بالمقادير. احتاجيت الفيرميسيل اللي طلعت فيها الغاليه من قبل وصفيتها. وبالنسبه للخضار انا استعملت هنايا الخيزو مبشور، وكذلك حتى القرعه مبشوره، والفلافل استعملت الصفراء والحمراء والخضراء. انا هنا كنت محتفظه بهم في المجمد. بالنسبه للخضار ممكن تزيدوا شي حاجه اخرى، ممكن تنقصوا من هذا الشيء، كتبقى الخضره على حسب الذوق. واستعملت كذلك الصوص الحار وحتى صوص صوجا. وهذا هنايا الدجاج اللي طيبته من قبل، طيبته طياب عادي ببصله مشلضه والملح والبزار والخرقوم وسكينجبير وشويه القزبر، خليته حتى طاب وحاولت باش نحيد منه هذوك العظيمات. صراحه كيجي في الحشوه بنين. واحتاجيت كذلك الزيتون مقطع وبصله كبيره مقطعه على هذا الشكل. بالنسبه للتوابل استعملت الملح والبزار. خديت مقله وضعت فيها الفلافل والخيزو والقرعه، من بعد ضفت عليهم البصل وضفت كذلك شويه الزيت. انا هنا استعملت زيت الزيتون، ممكن نتوما تستعملوا الزيت النباتيه، يعني كل واحد واشنو كيبغي. وضفت الملح والبزار، خلطت المكونات جيدا وخليتهم على نار اللي متوسطه حتى كيتنزل ليا هذيك البصله والفلافل مزيان. وفي هذا الاثناء خديت هذاك الدجاج ودوزته في الهاشوار. صراحه هكا كيجي احسن، كيجي بحال شكل الطون، يعني كيجي موزع على الحشوه كامله. من بعد ما طابت الحشوه كنضيف عليها الدجاج. شفتوا الشكل كيفاش جا؟ صراحه كيجي زوين وكيجي مفرق على الحشوه كامله. وضفت كذلك حتى الفيرميسيل اللي حتى هي درت ليها نفس العمليه ديال الدجاج، حتى هي دوزتها في الهاشوار. والبنات بالنسبه للفيرميسيل راني طلعت فيها الغاليه بهذاك لاصوص اللي بقى ليا من الدجاج. وضفت كذلك حتى الحار وصوص صوجا. غادي نخلط الكل هكا باش يتجانسوا ليا المكونات مزيان. ومن بعد كنضيف عليهم الزيتون، حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي زوين في هذه الوصفه. كنخليو الوصفه ديالنا حتى تبرد، وغادي ندوزو نحضروا العجين اللي غادي نحتاجو فيه. كاس كبير ديال الحليب يكون دافي، ومعلقه ديال السنيده، ومعلقه ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، والقليل من الملح. وهنايا استعملت 4 الكؤوس ديال الفورص اللي من نوعيه جيده اللي مغربلاه من قبل. ممكن كاين اللي كيبغي يدير 3 الكؤوس ديال الفورص وكاس ديال الفينو. انا هنايا في هذه الوصفه استعملت 4 الكؤوس كاملين غير ديال الفورص. خليتهم في العجانه حتى تجمعات ليا العجينه، وحاولت باش ندلكها شويه هكا الصراحه باش كتجيني قطنيه ومفشفشه. وهذاك الحليب راه تقريبا كيجيكم كافي في العجينه، وفي حاله ما قدكمش راه ممكن تضيفوا شويه الماء. وهذا هو الشكل ديال العجينه، كتجي زوينه. كنقطع العجين على هذا الشكل، كنبدا نكونها كويرات. ومن بعد كنوضع شويه الدقيق على سطح العمل، وكنسرحها هكا بالمدلك على شكل طولي. وكنحاول كذلك ندير المدلك حتى على شكل عرضي، ماشي بزاف، غير شويه باش ما تجينيش عاوتاني طويله بزاف. نحاول نقادها حتى في العرض باش هكا كتجيني مقاده. كنوضع الفرماج هو الاول، من بعد كنوضع الحشوه،
وكنزيد كذلك نوضع الفرماج في الاخير. صافي، وكنبدا نجمعها بهذا الشكل. الطريقه راها ساهله، كيجيو الصراحه زوينين حتى في الشكل ديالهم، كيجيو راقيين وزوينين. كنبقى نجمعها هكا بحال كنقرص هذيك العجينه باش كتجمع ليا، باش ما تخرجش ليا الحشوه. من بعد ما كنسالي كنضغط عليها غير شويه، ماشي كنقرص، غير واحد شويه كنضغط عليها من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها. صراحه كتجي زوينه. انا غنعاود معكم بشكل اخر نفس الطريقه اللي درت المره الاولى. وهنايا راني نسيت ما وضعتش الفرماج هو الاول، مهم وضعت الحشوه ومن بعد كنضيف عليها الفرماج وكنبدا نجمع بنفس الطريقه. هكا كنبقى نضغط عليها حتى كنكملها. راه دغيا كتوجد معنا الصراحه ساهله. كنقرصوها كما كيقولوا، نقرصوها شويه صافي، وكنضغط عليها هكا من الفوق كيف ما قلت، ماشي كنقرصو غير باش ما كتبقاش لينا هذوك القرصات اللي درنا ما يبقاوش لينا واقفين. وغادي نشارك معكم كذلك واحد الشكل اللي كيجي حتى هو زوين وكيجي راقي في التقديم. غادي نبسطوا العجينه بنفس الطريقه الاولى ونوضع الحشوه بحال هكا من الجهه اللي الفوق على هذا الشكل، ونضيف كذلك الفرماج ونبدا نقطع في العجينه. هكا ندير هاد الخطوط ونحاول ما نوصلش ما نخرجش من العجين، يعني غير نقطع ونحبس. طريقه حتى هي راها ساهله. وكنبدا نجمع العجينه على هذا الشكل، كندورها ونضغط عليها شويه من الجناب باش ما تخرجش ليا الحشوه صافي. وكتجينا على هذا الشكل. صراحه هذا الشكل حتى هو كيجي زوين، شفتوا كيجي زوين بزاف. من بعد ما كنخلي الميني باغيت ديالي يخمر تقريبا واحد 15 دقيقه، ناخد شويه الزيت وكنوضع فيه شويه تحميره. ممكن ديروا صفار البيض مع صوص صوجا، ممكن ديروا غير الزيت بوحدو. بالنسبه لهاد المرحله الاخيره كتبقى اختياريه. انا هنايا كنبغي ندير الزيت مع هاد الفلفل الاحمر، الصراحه كيعطي واحد اللون اللي زوين. الفلفل الاحمر اللي كنستعمل ماشي العادي، كناخد هذاك الطبيعي اللي كيكون عند صحاب الجمعيات، صراحه كيكون زوين. المهم في هذه المرحله كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار. وفي هذا الاثناء كنكون شعلت الفران باش يسخن ليا مزيان، وكنضيف كذلك على هذا الميني باغيت شويه الفرماج للتزيين، حتى هما كيعطيو واحد المذاق وواحد الشكل اللي زوين. من بعد كنبدا نضيف عليه شويه القزبر، ماشي بزاف، غير هكا رشات خفاف. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بالحاجه اللي عجباتو. طريقه الطياب كنديرهم في الفران على نار متوسطه، وكندير العافيه شاعله من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا مزيان. وهذا هو الشكل النهائي. صراحه كيجي ولذاذ بزاف وحتى المذاق رائع، والشكل حتى هو كيف ما كتشوفوا كيبان زوين وتيشهي. وشاركت معكم كذلك حتى الشكل الاخر، وريت لكم كيفاش كيجي في النهايه. الصراحه حتى هو كيجي شكل اللي زوين. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم ما تنسوش تشاركوها مع الاصدقاء ومع الاحباب. واللي وصل معايا حتى لاخر الفيديو كنقول ليه شكرا بزاف على المتابعه.